لو أنت من الناس اللي بتشتري أوميجا 3 وعمّال بتاخدها بشكل مستمر ومش بتحس بأي نتيجة، وبتقعد تقول يا جماعة هو في إيه، هو أنا بارمي فلوسي على الأرض؟ أنا عمّال باشتري أوميجا 3 وبيقولوا مهم جدًا لصحة القلب وصحة العيون وصحة الأعصاب، هو الكلام ده أي كلام والّا إيه؟ يا سيدي الناس ركّز معايا لإن معظمنا بيشتري أوميجا 3 غلط، للأسف 90% من الناس ما بتبقاش فاهمة تشتري أوميجا 3 إزاي، ورقة وقلم بقى معايا يا ست الكل، ركّز معايا يا سيدي الناس، مبدئيًا لمّا نيجي نشتري أوميجا 3 نعمل إيه؟ نبُص على العلبة، طبعًا ما لناش دعوة بالرقم اللي برّه اللي هو يقول لك زيت سمك 1000 والكلام اللطيف ده، لا، لا، لأ، غيّر لي العلبة، وبُص على حاجتين، حاجة اسمها EPA وDHA. الحاجتين دول طبعًا EPA اللي ليها علاقة إن هي بتقلل لي الالتهابات وليها علاقة بصحة القلب، وDHA اللي ليها علاقة بصحة الدماغ وصحة العيون والأعصاب. الاتنين دول لازم مجموعهم يكون عدّى ال500، لو لقيتهم أقل من ال500 ما تشتريش حاجة، وروح خُد لي سردين وخُد لي سالمون، حاجات طبيعية وهتدّيك Omega 3 وتركيز عالي جدًا. لكن لو أنت عايز تشتري Omega 3 من برّه يبقى لازم تقرأ الحاجتين كويس جدًا. واكتبوا لي بقى تحت في الكومنتات مين فيكم كان عارف المعلومة دي وفعلًا بيقلب العلبة وبيقرأ الأوميجا 3 صح علشان يستفيد منها.